بك معنا سيد رمضان. نستكمل الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي عن عودة النفط الليبي للأسواق مجددا. اليوم عادت وزارة النفط الليبية إلى العمل بعد أسابيع من التوقف أثناء المواجهات المسلحة في طرابلس وأيضا فترة عطلة عيد الفطر. كيف ترون هذه العودة؟ إلى أي مدى ستسمح فعلا بعودة الإنتاج الليبي مجددا وبالكميات التي كان يتداول طرحها مجددا إلى الأسواق؟ نعم سيدتي، طبعا هذا يعني شيء إيجابي، وأنهم الجماعة قاعدين يشتغلون بحيث أن هم يستعدون لإعادة النفط إلى ما كان إليه قبل الثورة. الحين تقريبا حوالي 100,000 برميل يوميا، حوالي 120,000 تصدر من ميناء طبرق في الشرق اللي هي منطقة طبعا مستقرة، وبدأ في البريغا حوالي 54,000. وأنا أعتقد أن في غضون شهور ستبدأ بالمليون برميل إن شاء الله، ولكن في هذا الشهر، في أواخر هذا الشهر، ستصل إن شاء الله إلى نصف هذه الكمية، لأن هناك استعدادات إذا ما تم الاستقرار، خاصة في منطقة بني جواد وبني وليد اللي هي قريبة جدا من مناطق استخراج النفط في الصحراء الليبية، وقريبة أيضا من راس لانوف الميناء البحري. نعم، هناك من يقول بأن هناك 5 شركات نفطية عالمية عادت إلى البلاد وتسعى أيضا لاستئناف عملياتها، منها الإيطالية. سيد رمضان، يعني من وجهة نظرك ما هي اليوم العقبات التي ستقف أمام هذه الشركات لعودة إنتاجها ولبدء العمل ربما في قطاع النفط الليبي؟ العقبات المبدئية حتكون الاستقرار، وطبعا لازم من الأمان لهؤلاء الموظفين والعمال، فهذه هي العقبة الوحيدة. أما النفط هو موجود واستخراجه حيكون سهل، بما أن معظم الأجهزة لاستخراج البترول لم تتضرر أبدا في هذه الحرب. وقليل هناك في البريغا هناك بعض المشاكل، ولكنها يعني مستعدة لاستخراج النفط وتصديره حالما تمت هذه الشركات: إيني الإيطالية، أجب الإيطالية، أرومكو راذر موبايل إكزون they're involved، حتى هم موجودين. حوالي 5 شركات زي ما قلتي أنت. لا ننسى أن هناك حوالي 70 شركة كانت تعمل قبل الثورة، منها البرازيلية والهندية والصينية والأوروبية بكل أنواعها. هناك 70 شركة، الآن رجعت منها 5. أنا متأكد أنهم سيرجعون قريبا لاستئناف النفط إن شاء الله. نعم، ثوار ليبيا ربما بدأوا يطلقون بعض الوعود ويعطون بعض الوعود، يعني أعطوا وعود لفرنسا بأنها يمكن أن تحصل على 35% من هذا النفط الخام الليبي. في المقابل وجدنا أن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي نفى أن يكون على علم بهذه الرسالة. كيف يمكن أن نقرأ هذا النوع من الوعود في المقابل الحكومة الفرنسية لا يكون لديها علم؟ سيد رمضان. نعم، هذه مشاورات وحديث جانبي غير رسمي، لا من الحكومة الانتقالية الليبية ولا من الحكومة الفرنسية. أنا أعتقد شركة توتال، الشركة الفرنسية الكبرى في هذا المجال، سيكون لها نصيب الأسد، ممكن 35% أو أقل أو أكثر، بس في هذا هو المتوسط التي كان لديها قبل الثورة على أي حال. نعم، طيب فيما يخص الشركات الروسية أيضا سمعنا عن محادثات وربما مفاوضات تسعى إليها روسيا مع السلطات الليبية الجديدة حول إمكانية عودة شركات النفط الروسية. إلى أي مدى يمكن اليوم لروسيا فعلا أن تكون منافسة على النفط الليبي، يعني خصوصا بعد قيام الثورة والدعم الذي شهدناه من قبل دول أخرى أكثر من روسيا؟
بالنسبة للثوار طبعا. نعم أنا أعتقد أن الحكومة الانتقالية وخاصة القسم النفطي منها بقيادة الدكتور علي ترهوني وغيره من المتخصصين في هذا المجال سيعطونا الفرصة لكل الشركات العالمية. طبعا حيكون شوية محاباة لبعض الدول التي ساعدتنا مثل الفرنسية والإنجليزية والألمانية والأمريكية وغيرها، ولكن سيكون هناك مزاد علني، ونحن سنطالب بمزاد علني بحيث أن الأسعار لازم أن تكون متساوية كما قلت المرة اللي فاتت، والأسعار عالمية، وليس هناك حيكون أي محاباة على حساب الشعب الليبي وحساب الثروة الليبية، لأن الثروة الليبية هذه ثروة كل الشعب، ولا يمكن لا للNTC المجلس الانتقالي ولا لمسؤول البترول أن يحدد هذه الشروط أو المحاباة، ولكن النفط موجود في أرض ليبيا وهو ثروة للشعب الليبي كله، وسيكون مزاد علني والأسعار حتكون عالمية ومتساوية، ولكن حيكون هناك قليلا من المساومة مع بعض الشركات. طيب، عودة أيضا الغاز سيد رمضان، والسؤال هو المطروح عن كميات الغاز التي يمكن أن تستأنف أيضا مع الحكومة الانتقالية الجديدة، هل ستكون بنفس الكميات السابقة؟ هل العقود أيضا عقود الغاز ستبقى ليبيا يعني محترمة والثوار محترمون للعقود الغازية التي تم أيضا الاتفاق عليها قبل الثورة؟ أكيد سيدتي، هذه عقود عالمية، والNTC المجلس الوطني قالها منذ البداية أنه سيحترم كل هذه العقود إذا ما هذه الشركات ودولها اعترفت بالمجلس الانتقالي وبرضو احترمتها. هناك من الاحتياطي الليبي والحمد لله حوالي 20 مليار متر مكعب تم تصدير منه حوالي أو يصدر منه حوالي 12 مليار الآن، ولكن هناك الكثير من الطاقات الليبية اللي ممكن يستخدم، منها طاقة النفط، منها طاقة الغاز، منها الطاقة الشمسية التي لم تستفاد منها بعد. المهندس رمضان بن عامر المتخصص في قطاع البتروكيماويات الليبي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. لك الشكر.